هتفضل لغاية امتى راضي بالحسنات الصغيرة؟ هتفضل قافل على نفسك ويوم تنتظم وعشرة لأ؟ لغاية امتى هتفضل ماشي ورا شهواتك؟ تعال نتكلم شوية. علاقتك بربنا. انت وانا عارفين كويس انك عارف الصح من الغلط، ولو مش عارف هتعرف انك بتستنكره اللحظات حتى. اي حاجة انت بتبقى شاكك مش متأكد، تجنبها. تفضل قاعد تعك وتروح هنا وهناك، شوية الذنب ده، لا شوية الذنب ده، لا شوية تدخل في إدمان، لا شوية خرجت من الإدمان في أعراض الانسحاب تدخل في حاجة تانية نيلة برضه. لغاية انت هتفضل سامعهم بيقولوا انهم حفظوا القرآن والتزموا، وانت قاعد حاطط ايدك على خدك مستني الفرج. لغاية انت هتفضل مرعوب انك لو مت في اي وقت انت ما عملتش اللي يخليك تبقى ثابت وقت الأسئلة. انا بكلمك وممكن انا او انت او حد من عيلتك او اي حد تعرفه يموت دلوقتي. اوقات كتير بيعدي من قدامك ملك الموت وانت ما تعرفش ميعادك امتى. هتبقى مبسوط لما تبقى نايم على جنابة، ولا نايم وانت سكران، ولا وانت بتعمل حاجة بتغضب ربنا وتسمع اسمك بيتنادى عليه؟ وقتها مش هتعرف ترجع اللحظة. اي حاجة ندمت عليها او عملتها ده وقت حسابها. هل هتتعذب وانت بتخرج من جسمك، ولا هتبقى نفس مطمئنة وتخرج بسهولة؟ انا وانت واهلي واهلك واي حد بيذنب ويتوب، ايه، بيتوب. لازم تتوب مرة واتنين وتلاتة واربعة وما تكبرش. ما تكبرش انك غلطت وقول يا رب انا عبدك العاصي، جيت لك، ما تردنيش خايب الرجا. افضل قول اللهم اجعل خير اعمالنا خواتيمها، وخير ايامنا يوم ان نلقاك فيه. بعدت قوي عنه بس هو مستنيك. لو قربت مش هيرفضك. المهم ما تبطلش تتوب.